السؤال التاني بيقول إن كان ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يعمل ده، فليه ما خلقناش كده؟ على الأقل ما كناش هنحس بالوجع كل شوية. وهنا أنا هجاوبك بالمنطق وخليك ترد على نفسك. تخيل معايا إن أنت راجع من بره ودخلت البيت وأنت داخل جري على المطبخ لأنك جعان، فلقيت ست الكل ربنا يبارك لها عاملة لك حلة أكل وسايباها على البوتاجاز. أنت قمت ماسك الحلة بدون أي مبالاة وشيلتها بإيديك الاتنين ورايح تحطها على الرخامة علشان تغرف منها. بعد ما حطيت الحله بتبص في ايدك، ايديك اتحرقت. انت خدت بالك؟ انا ما خدتش بالي. انت خدت بالك؟ محدش خد باله ولا انت هتاخد بالك. ده لانك خارق وقوي وما بتحسش بالالم، فما خدتش بالك ان في مشكله علشان تتلاشاها. مثال تاني، لو انت ماشي في الشارع ودوست على اي حاجه زي مسمار مثلا، فمش تكتشف ان انت دوست عليه لانك طبعا قوي وما بتحسش بالالم. هتكتشف الجرح بعد فتره، ممكن يكون الجرح في الفتره دي حصل فيه التهابات وحصل فيه عدوى. يبقى هنا الإحساس بالألم مش وسيلة ربنا سبحانه وتعالى بيعذبنا بيها، ولكنها وسيلة للحماية ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا عشان نكتشف المشاكل ونبدأ إننا نتلاشاها. وقيس على كده أي مشكلة بتحصل في جسمك لما بتحس الوجع هتروح للدكتور عشان نشوف المشكلة ونبدأ إننا نعالجها. فالإحساس بالوجع هو نعمة عظيمة جدا، ما بيدركش ده غير الناس اللي بتفقدها. وهل في ناس بتفقد الإحساس بالوجع؟ هقول لك للاسف مرضى السكر بيصابوا بحاجه اسمها الدايابيتيك نيوروباثي، ودي معناها اعتلال الاطراف العصبيه او اعتلال الاعصاب الطرفيه اللي موجوده في الاطراف بتاعته. فمريض السكر نتيجه انه بيتصاب بده ما بيحسش بالاطراف بتاعته لا بايديه ولا برجليه، فبيبدا ان هو يحصل له اصابات وخصوصا في الرجل ما بياخدش باله منها ولا بيعرف ان هو اتصاب. وبيكتشف الموضوع بعد فتره بيكون الجرح فيها حصل فيه عدوى، والعدوى دي تحولت لغرغرينه، والغرغرينه بتتطلب بتر القدم تماما. اتمنى ان انا اكون قدرت وببساطه اثبت لك ان الاحساس بالوجع نعمه عظيمه جدا ووسيله حمايه ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها علينا، وعشان كده الحمد لله اننا بنحس الوجع. انا دكتور مصطفى فرحانه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات الجايه، وشير في الخير عشان تاخد ثواب نشر العلم. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.